السلام عليكم. اليوم حبيت نشارك معاكم طريقتي في تحضير كيك. الحقيقة أنا ما نستعملش الميزان، نستعمل يعني عيني ميزاني. وصفتي الكل من غير ميزان. هنا خذيت سكر، خذيت زيت، خذيت الزيت متاع القارص، وخذيت حليب، خذيت 3 بيضات، وخذيت الفارينة، وخذيت زادا شوية عصير متاع قارص ومعاهم شوية عطرشية، وانتم بالطبع تقولي تحبوا عليها. لأنا خذيت 3 بيضات والسكر. باش ناخذ معاهم كيس فاني سكر. هاكا باش نصب السكر فاني مع البيض والسكر. هنا هاكا خلطهم بالباهي، صبيت عليهم الحليب باش نصب عليهم الزيت زادة. هنا هاكا زدت الزيت متاع القارص، وبالطبيعة رشت الملح ما ننسوهاش، هكا تكون على 3 صوابع هكا. نخلطوهم بالباهي. هنا خذيت العصير متاع القارص والعطرشية اللي قلت لكم عليهم، ولهنا باش نبدا نصب في الفرينة بشوية بشوية لين نتحصل على التكستور اللي حاجتي بها. هاكا صبيت الفرينة، ومن بعدها يعني باش نصب الخميرة تاع الجاتو. هاكا باش نخلطها بالباهي، ومن بعد نبدا نصب الفرينة تدريجيا هاكا لين نتحصل على خليط متماسك. هاكا مازلت نصب في الفرينة. هاكا تو تشوفوه القوام يعني كيفاش باش يكون. هاكا الخليط متاعي حسيته يعني مازال ناقص شوية، زدت الفرينة. لهنا الخليط متاعي صافا، يعني النتيجة اللي حاجتي بها وصلت لها. هاكا باش نلم الجناب المغرفة، ونعاود هكا نعمل ضريبة صغيرة بالخلاط. فوالا هذه التكستير اللي حاجتي بها. هاكا ما شاء الله جيد. هنا باش ناخذ شوية من الخليط باش نحطهم في إناء آخر وحده، خاطر باش نعمل كيك مربري باش يكون هكا بالكاكاو بودر. هاكا خذيت الكمية اللي حاجتي بها، صبيت عليها شوية حليب. هاكا الحليب باش هكا ما يعقدش برشا الخليط، وتوا باش نصب الكاكاو بشوية بشوية لين نتحصل على الكولير اللي حاجتي بيه. فوالا لهنا استعملت المغرفة، ما عجبتنيش التكستير، راني خذيت الخلاط باش تكون النتيجة خير. هكاكا لازمها تكون. لهنا خذيت المول متاعي دهنته بالزيت باش هكا الكيك ما يلصقش من بعد. خذيت الطبقة الأولى لازمها تكون فاني، الطبقة الثانية لازمها تكون بالكاكاو،
والطبقة الثالثة فاني، والطبقة الرابعة كاكاو، يعني هوكا 4 طبقات. وانتم لكم الاختيار يعني كيفاش تحبوا طريقة كيفاش يعني باش تحطوا الخليط. هاكا لهنا الخليط متاعي حضر، مازال لي كهو باش نحطه في الفور. انا الحقيقه باش نحط الفور نشعله من اللوطه كهو خاطر هو قوي برشا، وفي الدرجين الاخرانيين نشعل من فوق تبدا نار ضعيفه يعني متبداش قويه باش ما يتحرقش. لهنا بسم الله ما شاء الله والحمد لله الكيكه متاعي حضرت. هاكا كما قاعدين تشوفوا في التكستور متاعها، يعني قطنية هشوشة، ما نحكي لكمش على الريحة متاعها. لأنا هاكا شديت السكينة وبديت نقص فيها باش نوريكم النتيجة كيفاش كانت. بالحق بنا 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 ما نحكي لكمش. هاكا قاعدة في العشية ولا فطور صباح ما شاء الله. هاكا الكيكة متاعي قطنية ما شاء الله.